تعالى لي كده، تعالى لي كده بسرعه. هو ازاي انت بتشرب لاتيه في البيت من غير ما يكون عندك مكنه اسبريسو؟ تعالى لي بسرعه انا اقول لك. انا عامه عندي الاسبريسو بيتعمل من البرازيلي والكولومبي سكيب، تمام، تحميص اخر درجات الوسط. تعالى يا عم ميدو، دي اول حاجه هنعملها يا عم ميدو. تعالى هنروح لمطحن البن نقول له احنا عايزين تمن برازيلي على كولومبي اخر درجات الوسط، وتحمه لنا درجه 3 او 4. دي اسمها ايه بقى يا عم ميدو؟ دي اسمها موكا بويت. موكا بويت ديت مكنه صنع الاسبريسو عامه، وحاجه كده ايه سمباتيك ولذيذه، وسعرها في الهادي. سعرها يتراوح يا عم ميدو من 200 ل 220 جنيه اقصى حاجه ليها. نفس الفكره بتاعت الاسبريسو بالظبط. هننزل الاسبريسو هنا بتاعنا، ماشي يا عم ميدو؟ اي حاجه بسيطه هنديله كبسه بسيطه لذيذه كده، ماشي، وهنسقطه هنا يا عم ميدو، ماشي. بس احنا في الاول بقى بنملى دي ميه، دي بنملاها ميه. طبعا انا بقى ايه بالنسبه لنا ما بملاش ميه، انا بديها يا عم ميدو اللبن اللذيذ بتاعنا. وباجي هنا الاسبريسو وقع، فهنحط له اسبريسو تاني. تعالى لي، تعالى لي، ماشي. عملنا ايه بقى؟ هنقفلها بقى يا عم ميدو، تمام. اول حاجه الموكا بويت امان 100%. ليه؟ لان فيها منفذ امان هنا في حاله التسريب، تمام، عشان ما تفرقعش. وعلى اي بوتاجاز عندك، انا عندي سبرتاه ما عنديش بوتاجاز، هندي لها ايه التوليعه اللذيذه. تعالى شوف كده بقى، تعالى شوف، نزل تحت كده، نزل تحت، نزل تحت. خلصنا هنشيلها بقى من هنا كده. تعالى لي كده، دي مارشميلو عشان انا المره اللي فاتت شربتها بالشوكولاته، فالمره دي نجربها بالمارشميلو. تعالى لي كده، تعالى لي، تعالى لي، تعالى لي. يا سلام يا علاء، يا سلام الحلاوه دي. الموكا بويت مش استخدامها بس ان انا اعمل بيها قهوه بحليب، لا، انا ممكن استخدم الموكا بويت في ان انا اعمل امريكان كوفي، ممكن استخدمها في ان انا اعمل ايس كوفي بتيست اسبريسو، ممكن استخدمها في المشروبات الساقعه عامه، لان التيست بتاعها هيديك نفس تيست المشروبات اللي انت بتشربها من اي مكان تاني، تمام. ممكن استخدمها كمان في اللاتيه والمشروبات السخنه عامه. الموكا بويت